بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا وفكرة جديدة من أفكار الديكور والأفكار اللي راهم معايا في القناة. إن شاء الله يا ربي يفيدكم هذا الفيديو بعد الطلب اللي طلبوه مني بزاف بنات انهم حابين يتعلموا كيفاش يديروا تغليف للمصحف وافكار للتزيين. اعتمدت لكم هذه الفكرة البسيطة والرائعة في نفس الوقت. واش راح نحتاجوه هنا وهذه الفكرة هذه تقدر تكون نقدروا نستخدموها كهدية او نجعلوا المصحف نتاعنا بيرسوناليزي بالاسم تاعنا الى اخره. هنا واش راح نحتاجو في العمل تاعنا. هنا انا راح نستخدم هنا قماش الفودا. كان عندي هذا اللون هذا، انا اخترت هذا اللون هذا، اللون الجرانا كما راكم تشوفوا. هنا راح نقص قطعه اللي تغلف لي المصحف نتاعي تماما. هنا نروح نجرب نشوفها اسكو تكفيني للمصحف ولا. من بعد واش رايحه نجيب، راح نطبع كلمه. انا هنا راح نكتب عليها كلمه الله وراح نكتب فيها الاسم نتاعي. هنا حبيتوا تكتبوا غير الله وديروها مثلا كبيره، ديروا لها شكل مثلا واحد اخر معاها. تحبوا ديروا مثلا يدين، تحبوا اي حاجه تحبوا تديروها، فقط تدخلوا التطبيق بنترست. هو العالم تاعنا تاع الطباعه. اي شكل اي فكره حبيتوا تشوفوها ولا حبيتوا تطبقوها، فقط ادخلوا البنترست، اكتبوا واش راكم حابين تكتبوا. من بعد تيليشارجيو لا فوتو اللي راح تشوفوها او اللي راح نستخدموها، وفقط عليكم بالطباعه وراح نجيبوها طبقوها لهنايا. انا كما راكم تشوفوا طبعت الاسم هذا نتاع الله، وطبعت كذلك الاسم نتاعي راح نديرهم كما راكم تشوفوا في الواجهه نتاع المصحف. هنا راح نجيب هذا الورق هذا نسميوه ديكالك، ما نبيش كيف يسميوه باللغه العربيه. وراح نجيب قلم ونبدا نحدد الاسم نتاع اللي راح اسم يعني الله اللي راح نخرجوه في هذا القماش هذا. راح نعاود بقلم الرصاص كما راكم تشوفوا، استخدم فقط قلم الرصاص ونعاود على الاشكال الموجوده في هذا الورق. نحاول انه نضغط مليح باش يخرج لي الشكل في القماش كما راكم تشوفوا. ان شاء الله برك راهي تبان لكم هنايا مليح. خرج لي لهنايا الشكل اللي راح نحوس عليه كتابه الله. من بعد واش رايحه ندير، رايحه نجيب هذا القلو او الغراء هذا اللي فيه ديجا فيه دوري، يعني يكون دوري، قلو دوري اللي يكون يتباع عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات ولا لوازم الديكور ولا راهم كامل عندهم. وراح نحدد الاسم هذا ونبدا نعمر فيه بالقلو هذا اللي فيه كنسميوه يكون فيه هذا يبري، يعني يكون يبري. راح نحدد الاسم مليح ونعمر هذوك الفراغات كامل بالغراء هذاك. وراح كذلك نحدد الاسم هذا، راح نزيد نكتب الاسم نتاعي هنا في الواجهه لهنايا. هنا حاولوا انه تعمروا هذوك الفراغات، تعمروهم مليح باش يجي الاسم مكتوب بيان كما راكم تشوفوا. هنا راني قربت لكم مليح باش تشوفوا كيفاش يجي. هنا لازم تعطيوه الوقت باش ينشف هنا، لانه ما يزربش باش ينشف. هنا من بعد كي ينشف راح يبانوا بعض الفراغات ما فيهمش هذاك الغراء هذاك. لازم من بعد توليو تعاودوهم كي ينشف شويه، ونزيدوا نديروا طبقه اخرى من الغراء باش يجي كامل كيف ويجي هايل. هنا كذلك راح نعاود الاسم، راح نزيد نديروا الاسم، ورايحه نديروا كذلك نعاودوا بالغراء هذا اللي فيه البريون هذا، ونخليهم ينشفوا. نخليهم ليله كامله او هو يطول باش ينشف. يعني انا خليته ليله، درته في الليل كما راكم تشوفوا. هنا اعتذر على التصوير اذا كان شويه ناقص، يعني الاناره كانت او الضوء كان ناقص، الاضاءه كانت ناقصه، لانه ما نلقاش الوقت غير في الليل باش نصور لكم هيدا افكار. اذا كان شويه ما همش باينين فاعتذر على الاضاءه. هنا نكمل نكتب الاسم نتاعي كامل بالغراء هذا، وكما قلنا نخليوه ليله كامله يبقى ينشف. هنا انا من بعد كي
نخليه ليله كامله وينشف لي. واش رايحه ندير؟ راح نجيب المصحف، الصفحه هذيك الاولى نتاعو لازم تشوفوا اذا كانت لاصقه بالغراء نحاولوا نحيوها غير بشويه، ما نحاولوش انه نقطعوها. واذا حصل وتقطعت نديروا فقط ورقه بيضاء نقصوها على 2 تكون اكات، نحطوها على 2 ونقصوها على 2 ورايحين نغطيو بها هذيك. من بعد نديروا الغراء هذا، لانه كي نديروا الغراء راح تبقى واحد الفوائد هكذا تاع الغراء اللي لازم نغطيوها، يعني لازم نكوفريوها باش يجي العمل تاعنا. سيرتو لكن راح نمدوها كوم كادو، لا لازم تكون بروبر، يعني ما نمدوش حاجه ماهيش نظيفه. هنا هاك كما راكم تشوفوا، هنا بعد ما نشوف لي القماش نتاعي، هنا راح نجيب المصحف ورايحه نبدا نجرب القماش، نحاول انه نغطي المصحف نتاعي هذا. انا هنا المصحف هذا كان فيه اسماء الله الحسنى في الجهتين، يعني اذا غطيت ورقه منهم ماشي مشكل، يعني انا حاولت باش ما نغطيش هذا الصفحه يعني. ولكن من بعد كي جيت نحيهم تقطعت شويه وما حبيتش نحيهم. اذا واش درت مباشره فوقهم، غطيت هذيك الصفحه اللي الاولى، والصفحه هذيك الاخرى خليتها كما راهي. هنا اولا كي نحطوا القماش نحاولوا انه نحكموه شويه بالسكوتش كما راكم تشوفوا، باش نحدوا القماش اللي يجينا قد على المصحف، ما يجيناش زايد شويه منا ولا منا. نحكموه اولا بالقطع هذا صغار برك تاع السكوتش، ومن بعد راح نجيب نعدل القماش نتاعي على شرطو على الجوانب، ندير له شويه نتاع غراء ونحكمهم بالغراء اللي ما فنخدم به انا، سواء بساتميل ولا الغراء هذاك الابيض هذاك. هنا في اخر الصفحه انا وليت درت افكار لهنايا صباح فقط يعني كفكره، وهذا هو الشكل النهائي نتاع التغليف نتاعي. فقط هنا لمسه هذو اللي نديروهم هيدا مع الحاشيه نتاع الكتابات، ولا انا حبيت نديرهم في اللون كذلك الدوري، يمدوا واحد النظره جميله جدا للشكل النهائي نتاعي او التغليف نتاعي النهائي. ان شاء الله يا ربي تفيدكم هذه الفكره هذه وتستفادوا منها ان شاء الله. نبقى لي في اخر الفيديو غير نقول لكم مع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله، وفكره كذلك مميزه وجديده باذن الله يا ربي. مع السلامه.